جلطة، جلطة سمارت، جلطة في القلب. تسلم. ايوه خد يا عم كلم الناس. ما انا كلمتهم وانا طمنهم طمنهم كده يابا. والله يا جماعه انا عندي ميعاد مع الدكتور وهيقول لي على اللي فيها بصراحه يعني، هيقول على اللي فيها كل حاجه، لان انا قلت له عايز اتكلم بصراحه يعني، فربنا ييسر الحال ان شاء الله. انا مش عايز منكم الا دعواتكم، هي تفرق معايا الدعوات بتاعكم بس. وزي ما قلت الحج لا لها ناقه ولا جمل، فربنا يطمنا عليها ان شاء الله ويبارك لنا في عمرها وتقوم لنا بألف سلامة إن شاء الله. فأنا عايز منكم دعواتكم بس مش أكتر، الدعوات أهم شيء. ربنا يحفظكم جميعا يا رب ويبارك في عمركم. الله يكرمك الحسام حبيبي، تسلم تسلم حبيبي، الله يبارك لك يا رب. إن شاء الله ربنا يتقبل ونجعله في ميزان. فالحمد لله رب العالمين. زي ما قلت بشكر كل الناس اللي بعتوا لي على الانستا، على ماسنجر، على كل الوسائل التواصل. ما شاء الله الحاجه بتحب تعرف، وربنا يجيب اللي فيه الخير ان شاء الله باذن الله. يبارك لكم جميعا يا رب. معلش انا مش مركز عشان والله يعينك. هيبقى فيه تحاليل واشاعات بعد شويه، وممكن بالليل 11 كده ولا حاجه ابقى اعمل لكم لايف اطمنكم عليه. يا ريت ان شاء الله. يا ريت باذنك يا رب. تعرفوا ممكن اعمل لايف. هيعمل لكم لايف بالليل يا جماعه باذن الله في السهره كده يا جماعه. الاشاعات والتحاليل ان شاء الله طبعا. باذن الله يعمل لكم لايف في السهره كده باذن الله. وشكرا جزيلا لكل الناس المحترمه. وابو بندو انا بشكره والله شكر خاص والله، اخويا وربنا يعزه يا رب. يا جدع انت ومعايا في كل لحظه بصراحه والله العظيم. حبيبي يابا والله ابن ناس الله ابن ناس. الله يعزك الله يعزك انت الاحسن. الله يكرمك يا رب. تسلموا جميعا يا جماعه تسلموا جميعا. رضا اقرا هذه عن والدتك 7 مرات. اللهم رب الناس اذهب عنهم الباس اشفاء انت الشافي لا يغادر سقما الا محله 7 مرات. تسلم يا حسام اللهم امين يا رب. تسلم يا جماعه. اماني منوره الدنيا كلها اماني بالله عليكم يا جدعان. تسلمي يا اماني، تسلمي يا ام ناصر، تسلمي يا نور، تسلم يا حسام. ان شاء الله. انا ما كنتش عايز افتح اللايف عشان خاطر الاستيكرات اقسم بالله. انا ما بيني وما بين نفسي انا بحسبها غلط اقسم بالله والله بحسبها غلط. تسلموا جميعا يا جماعه. تسلمي يا اماني على راسي يا اماني. الاشاعات والتحاليل اذا قدرت اعمل باذن الله باذن الله تطمن عليها كده النهارده وتطمنا باذن الله يبقى خير باذن الله. عاوز حاجه يا ريت عاوز حاجه اكتر والله يا جاكي. مش عايز اقول لك ان كله فوق التمام. مش وقته يا جهاد مش وقته مش وقته خالص والله اقسم بالله ما وقت الكلام ده. نورت الدنيا كلها يا جهاد. انت عارف يا رضا مش محتاج نقول لك بس التذكره دواء مرضاكم بالصدقه. تصدق يا استاذ رضا بنيه الشفاء. الحمد لله هلا ايمان. يعلم يعني احنا في خير يا جماعه الحمد لله رب العالمين. جاكي بتقول لك لو محتاج اي حاجه هي اختك. شكرا شكرا جدا. رضا مش محتاج دعم يا جماعه ومش محتاج اي حاجه. رضا كل اللي محتاجه دعوه صادقه. دعوه من القلب لامه بالشفاء. دعوه احنا الحمد لله كل اللي هو محتاجه.
الدعم النفسي يا جماعة له عامل كبير. الدعم النفسي أهم من أي شيء. الحمد لله احنا في نعمة من ربنا. آخر الحمد حاجة لله نفكر فيها الحمد المادة يعني. لله الحمد لله. أنا أقول لك اقعد على الفيديو تسلمي يا امان، وانت منورانا ومشرفانا والله يا امان. طلب ادعو الإنسان الا تنزل مواصفات المحل ولا الرضا ما دامت والدته في المستشفى. عايزين ادعو بالظبط كده يا حسام، عايزين أخش بالظبط كده. كل شوية تطلب، كل شوية عايز أرضى. ربنا يطمنك عليها باذن الله، ربنا يطمنك عليها. طول عمركم رجاله بسمه والله. بس الحمد لله بقولها بأعلى صوت، انت اخويا الجدع المحترم في الوصول، ولو كان عندي اخ بجد منا نسخه منك. حبيبت اخوك يا ايمان يا اسماعيل، اقسم بالله انا اتشرف يا ست الكل، انا يزيدني شرف وربنا. مش موجود في مصر. تسلم يا سمسمة، تسلمي. هي الحكايه كلها كانت في الحقنه الاولانيه دي، بس خير الحمد لله. هو ربنا اللي قرر. تدعي لنا من كل قلبها لان هي محتاجه دعوات ما ربيش في حاجه. اللهم امين يا سلام، اللهم امين. اذا ننزل مرسك اربع لو يحذفوه، حتى لو اتحذف يا حسام ما بيتحذفش من الاستوديو الملصق يعني، ما بيتحذفش من الاستوديو. تسلموا جميعا يا جماعه، تسلموا جميعا وكلكم على راسنا والله. جمعه مباركه عليك يا صف. مجانا منوره مجانا. عفو لي الشرف، انت اللي على راسي والله. اتفضلي وربنا يشفي والدتك يا اماني، ربنا يشفي والدتك يا رب. تسلمي يا ام الله يرحمه ويغفر له يا رب. اشوفكم على خير. يعني الحمد لله يحذفوا لي انحذف مش فاهم يا حسام. اصل احنا مش طالعين ان احنا نعمل شو جان والله ولا اي حاجه، وانت فاهم اخوك المحلوي على ايه يعني. استودعكم الله. السلام إن شاء عليكم. الله الساعة 11 الساعه 11 باذن الله ويفتح لكم لايف. أخلص بس الإشاعات والتحاليل وأطلع أقول لكم. الله يعزك يا دليل، ده الشرف ليا، اقسم بالله انا اللي بتشرف بكم كلكم والله. إن شاء الله. المهم انا اول الناس اللي ينزل مني ملصق عندك او عند رضا حتى وجود برضه على راسي يا حسام والله، على راسي والله يا حسام. كفايه وجودك وكفايه سؤالك بس. عايز تقول ايه؟ يا لا بقول كفاية دعوات الناس بس. احترام الناس لينا دي بالدنيا كلها بس والله دي بالدنيا. اشوفكم على خير. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شفنا طبعا دلوقتي جزء من الفيديو اللي كان صديقه لصدوق كان عامله امبارح، والفيديو ده يا جماعة بصراحة كله مش في منطقة من اوله لحد اخره. بصرف النظر ان انا طبعا يعني مستنكرة جدا جدا الشتايم يعني الفظيعة المريعة اللي صديقه لصدوقه بيقولها، واللي عمري في حياتي قسما بالله قسما بالله ما سمعتها وجها لوجه، ولا حتى سمعتها عن طريق تلفزيون او يوتيوب او اي منصة من منصات الاعلام خالص خالص. الفيديو نفسه يا جماعة انا مش منطقاه. اولا صديقه لصدوق اللي معاه من اول لحظة بيقول ان والدته عندها جلطة في القلب. طب هي جلطات القلب يا جماعة بتتعالج برضه في اقسام النفسية والعصبية، ولا بتتعالج في قسم امراض القلب؟ في وجوده وهو قاعد حتى ما صحلوش حتى المعلومة، ما صححش المعلومة. جلطة في القلب وبتتعالج في قسم النفسية والعصبية. بصوا يا جماعة، أنا إحساسي إن والدته فعلا في المستشفى، بس في المستشفى ممكن يكون تعب عادي من أمراض الشيخوخة، ملوش علاقة خالص من بعيد ولا من قريب خالص بفيديو هناء تماما تماما. هي فعلا هناك، لكن لا رعاية مركزة ولا طلبتني مرتين ولا راضية عني يما ولا الكلام ده كله خالص. إجراء وقائي لأن الست مصابة بأمراض الشيخوخة نظرا لسنها الكبير، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني شافت لحد الجيل الرابع من أولادها. ربنا يا رب يديها يا رب الصحة والعمر.
بس يا جماعة تاني حاجة، هو بيقول دلوقتي ايه، انا عندي موعد مع الدكتور، قلت له دكتور عايز اخد منك ميعاد عشان خاطر اكلمك بصراحة. طب يعني احنا كلنا في عائلاتنا، يعني في كتير دخلوا الرعاية، اللي باباه اللي مامته اللي حد قريب منه دخلوا الرعاية المركزة. في حاجة يا جماعة اسمها قلت للدكتور عايز اخد معاك منك موعد عشان خاطر اسألك على الحالة ونتكلم مع بعض بصراحة. يا جماعة ده احنا الدكتور وهو داخل الرعاية بنسأله وبيتكلم بصراحة، وهو خارج من جوه بنسأله. يعني لو احنا مثلا واقفين مثلا بره في غير ميعاد الزيارة وهو داخل بنسأله بابا عامل ايه، ماما عاملة ايه، ايا كان ده عامل ايه. والدكتور بيتكلم طبعا بكل صراحة لأهل المريض، اصله هيخبي عليهم ليه؟ بكل صراحة عشان خاطر يكونوا متفاهمين الحالة. لكن عمري بصراحة ما شفت خالص حد يعني يقول له دكتور انا عايز اخد منك ميعاد علشان خاطر عايزة اتكلم معاك بصراحة في حالة والدتي. لا ميعاد ايه، هو الامر يستدعي بعد 3 ايام لسه ما عرفتش الحالة بصراحة؟ بعد 3 ايام؟ ده انت بتقول قاعد على باب الرعاية، يعني المفروض لو حتى سوري يعني اصغر ممرض خرج هتسأله الحاجة عاملة ايه وحالتها ايه. المفروض لما انت بتيجي تدخل اصلا رعاية بتبقى عينيك على جهاز المونيتور اللي جنب السرير وانت بتقرا بنفسك وبتشوف الوضع وصل لحد فين. بس يا جماعة في حتة جلطة في القلب ديت لفتت نظري جدا جدا، حتة عايز اخد موعد. تالت حاجة يا جماعة بقى والغريب ان هو بيقول ايه، النهاردة ان شاء الله هعمل لها اشعات وتحاليل وبعدها هعمل معاكم لايف. يعني كونك ان انت تعمل اشعات وتحاليل لوالدتك انت كده خلاص هتطمن عليها؟ مش المفروض يكون الصح النهاردة هتظهر نتائج التحاليل والاشعات ولو خير هبقى فايق كده وفريش واعمل معاكم لايف؟ يعني كونك ان انت هتعمل لها تحاليل واشعات انت كده خلاص اطمنت وهتطلع مع متابعينك لايف؟ مش عارفة يا جماعة الموضوع ده كله انا مش مصدقاه بالصورة اللي هما بيحكوها. قد تكون الوالدة فعلا في المستشفى زي ما قلت لكم لأمراض شيخوخة، للاطمئنان على صحتها، في البيت ضغطها عالي شوية، سكرها عالي سكرها وطي فودوها. بس وممكن قد يكون برضو لكبر السن قالوا تدخل رعاية 24 ساعة تحت الملاحظة، شفناها في أبهاتنا وأمهاتنا كتير. لكن بسبب فيديو هناء واللخبطة اللي حصلت دي كلها، بصوا يا جماعة في مثل بيقول ايه، بيقول كدب متستف ولا صدق متنعكش. بس يا رب يا عادي تكون سامعني. شكرا يا جماعة والسلام عليكم.